السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني حبايبي، والله أنا بحبكم جدا في الله، وأنا بشكر كل إنسان دعمني الفيديو اللي فات. الصراحة انتوا شجعتوني إن أنا أعمل الفيديو ده. الصراحة من غيركم طبعا بعد ربنا يعني ثم انتم ما كنتش هعمل الفيديو ده إلا بالتشجيع. جالي كمية كومنتات ولايكات على الفيديو اللي فات خلتني بإذن الله يعني أقدر إن أعمل الفيديو ده. ومن أحد التعليقات دي في أحد المتابعين اللي أنا بحترمهم جدا سأل سؤال حلو وقال: هو إيه هي الردة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي؟ يا جماعة، الردة ده اسم متداول عندنا في مصر للقشرة اللي بتغلف حبوب القمح. الردة هي القشرة اللي بتغلف حبوب القمح. في بعض الدول بيبقى اسمها النخالة. انا بقى باذن الله في الفيديو ده حابب ان انا اوريكم كل الحاجات اللي انا مقتنيها عندي او كل الحاجات اللي انا بربيها عندي، سواء كان خنافس الميل ورم او الميل ورم ذات نفسه او اسماك الزينه او الريد ويجلرز والتايجر ورم، واقول لكم كل حاجه في الحاجات دي انا ايه السبب اللي خلاني ان انا اربيها. وفي ناس كتيره كانت بتسالني ايه هي شغلانتي اللي انا شغالها. ويا جماعه، انا شغلانتي مهندس زراعي وقسم استزراع سمكي. واصلا اللي خلاني اشتغل في الميل وورم او ابدا ان انا اعمل التجارب عليه هو ان انا حسيت ان الميل وورم ده فعلا عشان هو بيتكاثر تكاثر سريع جدا، فحسيت ان هو يقدر ان هو يتغلب او يحل مشكلة نقص البروتينات الحيوانية في الاعلاف. وهو ده اللي خلاني ادخل فيه، والحمد لله وبفضل الله قدرت ان انا انجح واوصل فيه لحاجات حلوة. ودلوقتي انا بنقل لكم المعلومات دي وبنقل لكم العلم ده، لعله يكون باذن الله صدقة جارية ليا بعد وفاتي باذن الله. خليكم بقى تابعوا معانا الفيديو ده عشان هنبدأ نروح نصور الحاجة اللي عندي. أول حاجة حابب إن أنا أوريها لكم هي المزارع بتاعت الخنافس اللي إحنا ظبطناها من كام يوم، التمن مزارع. وأنا بالصدفة وأنا بفتح بقى لقيت حاجة أنا أول مرة أشوفها. بصوا بقى كده يا جماعة على البطاطساية دي، بصوا كده لقيتها عاملة إزاي. لقيتها فيها إحمرار، شايفين من هنا كده لونها أحمر، وبرضو في ظهرها في شوية إحمرار غريب جدا. أنا أول مرة أشوف الحاجة الحمراء اللي في البطاطس دي. فالطبيعي بقى ان انا لما بشوف حاجة غريبة كده ان انا ببدأ ادور اعرف ايه دي، وانا اعتقد ان هي نوع من انواع الفطريات. ف طيب انا دلوقتي بسأل نفسي، هو اشمعنى البطاطسية دي هي اللي فيها احمر؟ ما هو دي برضو دي برضو بصوا، دي برضو كانت محطوطة معاها وما فيهاش اللون الاحمر ده، ما فيهاش اللون الاحمر. دي البطاطسية الصغيرة ما فيهاش اللون الاحمر، انما دي فيها. بصوا كده على دي فيها، دي ما فيهاش، دي ما فيهاش. النوع الصغير ما كانش فيه، وبعض بطاطس النوع الكبيرة بس هو اللي فيه. طيب انا مش هطول عليكم بقى، انا طبعا هشيل البطاطس دي بسرعة دلوقتي معاكم، بس هجيب حاجة عشان انا مش هرميها، انا هسيبها عشان اتأكد الاول هي ايه، بعد كده هتخلص منها. خليكم معانا. انا جبت العلبة دي اللي انا هعزلها فيها، همسكها اهو. خلي البطاطس الحمراء لوحدها، فينا واحدة كمان. البطاطس الحمراء التانية هنا، دي يعني شكلها كده ايه هتبدأ تحمر، فانا برضو هاخدها اهي واحطها هنا كده. انا كل البطاطس اللي لونها احمر خلاص انا عزلتها. هروح اغسل ايدي عشان طبعا لو ده فطر او حاجة ما ينتشرش، فانا هغسل ايدي بعد كده هرجع تاني. وانا مجهز لهم هنا بطاطس اهي، هحط لهم دي مكان اللي انا شلتها. رجعت لكم بعد ما غسلت ايدي، ناخد بقى البطاطس نبدأ ان احنا نحط لهم مكان اللي احنا شلناه. ودول ياخدوا واحدة.
تمام كده احنا اطمنا على المزارع بتاعتنا. نكمل بقى بقية الجولة في وسط الحاجات بتاعنا. ده اللي انتوا شفتوه امبارح، احنا كده اطمنا عليه اهو الخنافس. وده برضو زي ما هو، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وده الانتاج اللي احنا حصدناه امبارح، اللي هما التلاتة اللي احنا حصدناهم امبارح. ده كده اول امبارح قصدي، كده ده كان شغل اول امبارح كله. ما شاء الله، شايفين اليرقة دي؟ ما شاء الله كله مليان. نيجي بقى هنا على الجهة الأخرى. ده دود أو يرقات القبابي، معاها خنافس ومعاها شرانق. وهنا نفس الكلام، دول المفروض إن أنا أبدأ أشتغل فيهم النهاردة عشان أعزلهم من بعض. نفس الكلام هنا برضو، ونفس الكلام هنا. طبعا ده أنا كنت سايبه فترة مهتمتش بيه. فاللي حصل إن عادي خالص الشرانق طلع منها الخنافس، وكأنهم كده عايشين في نظام بيئي كده، سبحان الله يعني. ولكن برضو ده تأثير مني. فأنا إن شاء الله هفصلهم كلهم عن بعض النهاردة. هما الأربع علب دولت اللي عايزين يتفصلوا، وده يعتبر مفهوش كتير يعني، مفهوش خنافس كتير، معظمه دود. تمام كده. ده بالنسبة لمزرعة الميل وورم. طبعا الدود ما شاء الله أنا عندي بيتباع أول بأول، ولو أي حد في المتابعين عاوز يشتري لسه فيه أهو، بس هو إيه، فاضل حاجات بسيطة يعني. دلوقتي بقى احنا هننتقل على الأسماك. ده السمك اللي أنا مربيه، واللي عاوز يعرف أنا ليه إيه اللي خلاني أربي سمك. طبعا انتوا عارفين إن أنا أصلا قسم استزراع سمكي في كلية الزراعة، ولكن أنا كنت مربي الميل ورم، وكنت بدور على كائن بيتغذى على الميل ورم أقدر إن أنا أربيه عندي في البيت. انتوا عارفين إن أنا مربي الكائنات دي كلها عندي في بيتي، ما عنديش مكان إن أنا أربي فيه. فالحاجة الوحيدة أو الاختيار الوحيد اللي قدامي كان أسماك الزينة، لأن هو ينفع إن هو يتربى في البيت. ولكن أنا إن شاء الله قريب جدا هحاول إن أنا أأجر مكان، بحيث إن أنا أقدر إن أربي فيه دواجن، أو أقدر إن أنا أربي فيه كائنات تانية بتتغذى على الميل وورم. ولكن حاليا أنا المكان مش مساعدني، المكان هو اللي مش مساعدني. فطبعا انتوا فاكرين دولت كانوا 3 نتايات وذكرة، ولكن ما شاء الله دلوقتي بقوا اكتر من 500 واحدة. طبعا انتوا فاكرين انا كنت مربي السمك ده في الحوض الكبير، ولكن الحوض الكبير يا جماعة اتكسر. دلوقتي انا حاطط النتايات هنا والذكور هنا، بس الحوض ده عايز بس الازاز بتاعه يتنضف، لان طبعا الحوض لما اتكسر، الحوض الكبير لما اتكسر، انا شغلت الاحواض القديمة اللي كانت عندي، ده ازازه عايز يتنضف. وبقية السمك كله انا حطيته في برميل. ثانية واحدة هاخد الكاميرا واروح اوريكم البرميل اللي انا حاطط فيه بقية السمك. البرميل اهو، معلش يا الدنيا ضلمة، تعالوا اوريكم بقى جواه. بسم الله ما شاء الله، ده زريعة كتيرة ما شاء الله جدا، اكتر من 300 واحدة هنا. بس انا مش عارف اصور عشان الفلاش ضارب في المية، اهي الزاوية دي كده مش ضارب. ما شاء الله يعني. اخر حاجة عندنا وهي الريد ويجلرز والتايجر وورم. طبعا ايه اهو، بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. مع العلم ان انا برضو مش مهتم بيهم قوي، ولكن هم الصراحة
مع حالهم كده بيتكاثروا بيعملوا كل حاجة مع حالهم. اطلع لكم واحدة كده. شايفين ما شاء الله. ده لما يكون كده تخين فيهم كده معناه ان هي صحتها كويسة، اللي هو القطعة اللي لونها فاتح شوية دي، شايفين؟ ده كده معناه ان هي بتحمل البيوض ما شاء الله، يعني صحتهم كويسة. كلهم ما شاء الله فيهم نفس العلامة دي. تمام. انا كده بقى ايه زي، انا مش عايز اطول عليك الفيديو اكتر من كده. بس مش هننهي الفيديو هنا، هننهيه عند السمك. ومن عند السمك الجميل بننهي الفيديو، وبنشكركم مرة تانية. ثواني نقفل الفلاش ده. ومن عند السمك الجميل بننهي الفيديو بتاعنا، وبشكر كل المتابعين اللي فعلا دعموني واللي عملوا اشتراك واللي عملوا لايكات واللي شيروا الفيديوهات. انا بشكركم جدا، والقناة دي هي بتاعتكم ومستمرة بيكم ان شاء الله. ويعني يا ريت يا جماعة تدعموا القناة على قد ما تقدروا. عاوزين نوصل ل1000 مشترك. ومش هطول عليكم بقى الفيديو اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.